وليه تعمليها واحدة واحدة لما ممكن تعمليها كلها دفعة واحدة وهتطلع معاكي خطيرة. طعمها حلو جدا وهنسهل على نفسينا الوقت والمجهود كمان. تعالي نعمل مع بعض احلى واطعم شوية قراقيش طعمها خطير. نص كوباية من المية الدافية، عليها معلقتين كبار من السكر ومعلقة من الخميرة، دوبيهم مع بعض كويس جدا. وهنا معايا نص كيلو من الدقيق، هحط عليه رشة ملح ومعلقتين من السمسم، كوباية الا ربع من السمنة السايحة، وحطيت عليها ربع كوباية من الزيت، والاجمالي كله كوبايه. نقدر نحط نص ونص. بسيت العجينه بتاعتي كويس جدا بالشكل دوت، وهنزل عليها بالميه والخميره والسكر وهعجنها بالطريقه دي. هحضر معايا نص كوبايه من الحليب، والحليب هنا معايا دافي وهعجن بيه. انا مجرد ما السوائل تختفي خلاص هوقف عجن، وكده بقت معايا تمام قوي. مش هسيبها تخمر، بس هسيبها ترتاح لمده 3 4 دقايق. بعد كده هحضر معايا صينيه، والصينيه اللي انا مستخدماها دي صينيه مقاس 30 في 40. ابدا ان انا افرد العجينه بتاعتي في قلب الصينيه من غير ما احط اي ماده دهنيه، بس هحط كيس بلاستيك كده عشان اعرف ان انا افرد بيها. بعد كده بقى هقطعها الشكل اللي انا عايزاه، سواء عايزاها رفيعه تخينه طويله زي ما انت تحبي. انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اعملهم كلهم قد بعض يعني. هدخلها الفرن بقى، بس قبل ما ادخلها الفرن هسيبها تخمر لمده ساعه على الرف الوسطاني في قلب الفرن، درجة حرارة 180 من غير شواية.